مكان في قديم الزمان، وما تحلى حكايتي حتى نصليو كاملين على نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. كان حتى كان في واحد البلدة صغيرة كان كيعيش حطاب مع مرتو في كوخ صغير، وربي رزقهم بثلاثة ديال البنيتات. الحطاب كان كل نهار في الصبح بكري يخرج ويمشي لأقرب غابة يجمع الحطب ويمشي يبيعه في السوق. بفلوس الحطب كان كيشري الماكلة اللي تقدهم للنهار ويرجع فرحان وبالو هاني. أما النهار الكبير ديال الحطاب هو فاش كان كيبيع أكثر من المعتاد، كيشري الماكلة وكيزيد يشري البنات ومرتو حوايج جداد. بصح كانوا فقراء، ولكن عايشين هانيين مرتاحين وراضيين بداكشي اللي قسم ليهم الله. إلا البنت الكبيرة كان سميتها زبيدة، كانت ديما تبكي وتشكي: علاش حنا عايشين هاد العيشة؟ علاش حتى حنا ما نعيشوش ناكلو ونشربو كيف عباد الله؟ وكانت الوحيدة في خوتها اللي ديما كتطلب الاب ديالها فوق ما دخل الدار: شريتي لينا با شي حاجه نلبسوها جديده؟ ايوا النهار اللي الاب ديالها ما كيكون داخل بوالو في يدو، مسكين كيحني الراس وكيقول ليها: والو يا بنتي، هادشي اللي عطا الله. والنهار اللي كيكون شاري ليهم حوايج جداد المسكين، هو على الدخله كيعيط ليها باش يفرحها بالحوايج جداد. زبيدة كانت بصح بنت زوينة ما شاء الله، سبحان اللي خلقها، ولكن كانت متكبرة وعجبها راسها شوية فوق القياس، ومتأكدة أنها غادي تتزوج بشي واحد لاباس عليه واللي غادي يخرجها من هاد الفقر اللي هما فيه. سهام كانت هي البنت البسطانية، أقل من اختها في الشكاوي، ولكن حتى هي ما راضياش على عيشتهم. الفرق الوحيد بينها وبين اختها الكبيرة هي أنها ما كتبينش، عايشة ما راضياش ولكن ساكتة. أما الأخت الصغيرة كان سميتها رغد، كتعاون الأم ديالها في الكوزينة وشقاد الدار، كتفرح بالماكلة اللي كيجيب ليهم الأب ديالها كتر من الحوايج اللي كيشري ليها. وشحال من مرة وصات الأب ديالها ما يشري ليها والو،